على مراته قوي، وياسمين بتقول له انها كانت بتتمشى وقعت على الارض فرجليها اتجرحت وبتكذب عليه، وادم ما بيكونش فاهم هي بتعمل كده ليه، وتيمور بيتضايق وبيقول لادم مفيش خروج بعد كده غير باذن مني، وبياخد ياسمين وبيدخل. وادم بيقول للامن انهم يسيبوا فاتح، وبيسال بكر ايه الشغل اللي يخلي تيمور ياخد كل الحرس معاه، وبكر بيقول له بقول لك ايه خليك انت في شغلك وبس. وتيمور بيسال ياسمين لو في حاجه مخبياها او ادم ده مش كويس معاكي او عينه زايغه يعني، وياسمين بتقول له بقول لك ايه طالما هتغير وتتعصب كده خليه يمشي من دلوقتي وبلاش مشاكل بقى، لان بصراحه الراجل كويس وما عملش اي حاجه غلط تقلق، وبتنفعل عليه كده عشان ما تديلوش فرصه ان هو يسالها كانت فين، وهو بيهديها وبيقول لها انا هجيب لك دكتور، وبيخرج وهي بتجري تخبي الباسبور اللي باسم جديد اللي المفروض هتعيش بالاسم ده بعد ما تهرب من تيمور. اما ادم فبيفتكر اللي حصل وبيفتكر الباسبور اللي شافه معاه وكلامها، وبيكون شاكك فيها جدا وان في حاجه هي مخبياها او حاجه ناقصه. وتاني يوم الصبح ياسمين بتصحى قبل تيمور وبتاخد الباسبور وبتنزل بسرعه في الجنينه عشان تخبيه بعيد عن تيمور، بس تيمور بيكون صاحي وبيحس بيها وهي خارجه، وبتنزل تتكلم مع فاتح وبتعتذر له على اللي حصل، وبتروح بسرعه تعمل انها بتزرع ورد وبتخبي الباسبور في التراب وبتحط عليه الورد، وبيجي من وراها ادم وبيقول لها غريبه انك بتزرعي النوع ده في الظل مع انه محتاج للشمس اكتر، وهي بتقول له شكلك خبير في كل حاجه صح؟ فبيقول لها انا عاوز اعرف منك حاجه بس عاوزك تجاوبيني بصراحه، الباسبور كان معاكي ليه؟ فهي بتتوتر جدا بس بتقول له يعني كان معايا عشان لو حصل اي حاجه اهرب بسرعه. وادم بيحاول يصدق كلامه، وبيكون تيمور واقف بيتفرج عليهم من بعيد وهو مولع وغيران، وفي المطبخ بيكون فاتح بيحب الفطر وهي مش معبراه خالص. وبعد ما بتخرج نسيمه والطباخه بيدوا شويه نصايح لفاتح علشان يعرف يوقع فاطمه في حب، وبيقولوا له اتقل عليها شويه وهي اللي هتجري وراك، وفاتح بيقرر ان هو ينفذ نصايحه. وعند نيفين بيكون بتحضر اكل كتير علشان اهل الحاره جايين عشان يباركوا لها على بيتها الجديد، وايجا بتقول بمكر لمامتها يعني لو جيتي وصلتيني على المدرسه هتتاخري ومش هتجهزي اكل الناس، علشان كده بقى بلاش اروح المدرسه النهارده بقى. لكن نيفين بتقول لها لا هتروحي يعني هتروحي، وبتوعدها انهم هيشتروا لبس بعد المدرسه، فايجا بتفرح جدا. وهنا ياسمين بتخرج وادم بيكون واقف مستنيها، ونيفين وايجا بيشوفوا ياسمين وبتكون حلوه قوي، ونيفين بيكون خايفه لحسن ادم يعجب بيها او يحبها، والله حق ده ايه الجمال ده، وبيكون باين على نيفين جدا. وبتاخد ايجا وبتمشي، وتيمور بيقول لادم انه يوصل ياسمين للبيت اللي في الجبل ويفضل معاها لحد ما هو يوصل له، وطبعا ادم بيوافق. وبعدها تيمور بيبعت لبكر وبيقول له خد ادم النهارده واخرجوا اسهروا مع بنات، وبكر بيقول له استحاله ادم يوافق يعمل كده غير مع مراته، وتيمور بيقول له دي الثقه دي بقى، فبيقول له انا اضمن ادم برقبتي يا بيه، مش قوي كده يا اخويا بالراحه على نفسك. وتيمور بيفرح جدا لما بيسمع الكلام ده. وفي الجمعيه ياسمين بتكون قاعده مع الاطفال، وادم بيكلم راسم وبيطلب منه اسم صاحب البيت اللي لقى فيه ياسمين عشان يتاكد من كل حاجه بنفسه، وبعدها راسم بيكلمه وبيقول له على اسم صاحب البيت، وادم بيتصدم لما بيعرف، وادم بيكون مع ياسمين عشان يوصلها، وزعيم العصابه بيكون عمال يرن عليها وهي ما بتردش، وادم بياخد باله، والزعيم بيبعت لها رساله وبيقول لها ما تنسيش اللي قلت لك عليه، وهي بتقول لادم يركن على جنب عشان عاوزه تتمشى شويه، وبينزلوا من العربيه وبيقعدوا في المكان ده، وياسمين بتحاول انها تعرف اكتر عن حياه ادم، وهو بيفتكر لما القائد بتاعه مات وبيكون مش حابب ان هو يتكلم، وبيقول لها ان هو ساب الشغل عشان يكون جنب بنته، فبتقول له يا بخت بنت محظوظه بيه. وهنا نيفين بتاخد ايجا من المدرسه والعصابه بتراقبهم، وادم بيسال ياسمين عن باباها وهي بتقول له بتسال ليه، فبيقول لها عشان هو صاحب البيت اللي كنت فيه امبارح، وبتقول له ان هو مسجون وانها ما تعرفش عنه اي حاجه من 15 سنه، وان علاقتها بيه وحشه جدا عشان كان دايما بيضرب مامتها وبيضربها هي كمان، وبتبدا تحكي له هي ازاي اتعرفت على تيمور وانها بنت فقيره وكانت بتشتغل في مصنع وكان كل حلمها انها تكون عارضه ازياء، فظهر تيمور وحبها وجاب لها هدايا كتير وحقق لها كل اللي نفسها فيه واتجوزوا وكانت مبسوطه قوي، بس جوشا ما بتحبهاش من يوم ما اتجوزت باباها، وبتقول له بس كده يا سيدي هي دي قصتي. وادم بيقول لها في حاجه ناقصه انت مخبيه حاجه ثانيه، وبتقول له انا عندي اسرار مش حابه حد يعرفها عني، وبتقوم عشان تمشي، وبيركبوا العربيه وبيتكلم تيمور وبيقول لها تخلي ادم معاها لحد ما هو يوصل، وهي ما بتكونش مرتاحه، وهو بيقول لها يا ستي اللي يسمعك يفكرك خايفه تقعدي لوحدك ولا ايه، وبتقفل معاه وبتفتكر كل مره ضربها فيها وكل مره كان بيتحول فيها، وبعدها بيرجع يعتذر لها تاني بعد ما ضربها، وادم بيكون متابعها وحاسس ان في حاجه غلط، ونيفين بتكون بتشتري هدوم، وايجا بتقول لها اشتري زي ياسمين يا ماما وهتبقى حلوه عليكي قوي، وهي بتفكر انها تلبس زيها عشان ادم ما يبصش على ياسمين. وعند ادم بيوصلوا البيت وهو بيتاكد ان المكان امان، وبيكون حاله ياسمين وحشه جدا وزعلانه على حالها، وبيبقى المجنون تيمور مركب كاميرات وبيراقبها عشان يشوف لو ادم هيقرب من ياسمين ولا لا، بقى مريض وشغل مجانين وكده. وياسمين بتشرب خمره وبتدي لادم، وطبعا تيمور بيتجن، بس ادم بياخد الخمره وبيرميها وبيقول لها انا ما بشربش في الشغل، وتيمور بيفرح منه جدا، وياسمين بتشرب كتير قوي لدرجه انها بتيجي تقوم بتكون هتقع، وادم هو اللي بيمسكها وبيكونوا قريبين جدا من بعض، وطبعا تيمور بيكون جاب اخره وبياخد المسدس وبينزل جري، بس بيشوفهم خرجوا الجنينه وبيحمد ربنا، وبكده بيتاكد ان ادم محترم ومش هيقرب من مراته. وياسمين بتسال ادم على نيفين، وهو بيقول لها انه اتعرف عليها عن طريق صديق لهم وحبوا بعض واتجوزوا، وبتقول له جواز تقليدي يعني مش عن حب، فبيقول لها لا انا بحب مراتي وهي الاولى والاخيره في حياتي. اما نيفين فبيكون بتدور على ايجا ومش لاقيها في اي مكان وبتخاف عليها
عليها جدا وبتفضل تجري زي المجنونه كده تدور عليها. وعند ادم بيغير لبسه عشان عرق وهو بيكسر الخشب، وبيجي تيمور وبيقول له تقدر تمشي انت بقى وانا هرجع مع ياسمين. وادم في الطريق نيفين بتكلمه وهي منهاره وبتقول له ان ايجا ضاعت منها، وهو بيكون خايف جدا وبيقول لها ابعتي لي العنوان بسرعه. وبعدها على طول ايجا بتيجي ونيفين بتاخدها في حضنها جامد وبتفضل تعيط، وبتكون ايجا معاها غزل البنات وبتكلم ادم وبتقول له انها لقت ايجا خلاص. وايجا بتبص على زعيم العصابه وبيغمز لها يخرب بيتك. وادم بيروح على البيت وبيزعق مع نيفين علشان ما خدتش بالها من ايجا. وجوشا بتشوفهم وبتفهم انهم متخانقين، وادم بيدخل ياخد ايجا في حضنه وبيقول لها ما تبعديش عن ماما تاني. ونيفين بتخرج تعمل لها عصير، وايجا بتدي رساله لادم وبتقول له في واحد صاحبك يا بابا هو اللي اداهالي وكمان جاب لي غزل البنات وقال انك هتفرح جدا بالرساله دي. وادم ملامحه بتتغير وبيخرج يكلم راسم وبيقول انا عاوز تسجيلات المول كلها. وبعدها بشويه بيجي راسم وبيكون ما قدرش ان هو يجيب تسجيلات المول، وبيقرا الرساله وبيكونوا بيهددوه ببنته وبيكونوا فاكرين ان كده ادم هيخاف ويسيب الشغل، بس ادم بيكون عنيد ومش بيتهدد بسهوله. وعند تيمور بيكون محضر عشاء رومانسي لياسمين وبيقول لها ارقصي معايا شويه، وبيسالها لو كانت لسه بتحبه وهي بتقول له ايوه بحب، بس هو بيمسك ايديها جامد وبيكون هيكسرها. وبيقول لها لما انت بتحبيني بتشربي خمره مع راجل تاني ليه؟ وهي بتفهم ان هو بعتها هنا علشان كده مخصوص، وبتعرف ان المكان فيه كاميرات وبيضربها جامد جدا. وعند جوشا بتسكر زياده عن اللزوم وبتكون مع اصحابها وبتقول لهم على التهديدات اللي بتيجي لياسمين وعلى المشاكل اللي عندهم في البيت. اصبري بس ده ابوك هيعلقك. وعند ياسمين بتفتكر لما طلبت الطلاق وانها تمشي وتيمور هددها بالسلاح، ولما ما قدرش يقتلها هددها باخوها ومامتها، وهي من ساعتها وهي عايشه معاه في خوف وبتقوم تجيب سكينه وبتقرب منه وبتكون عاوزه تقتله، بس هو بيصحى وبيقول لها يلا اقتليني اقتليني وخلصيني، وهي ما بتقدرش والسكينه بتقع منها. وتيمور بينزل يقعد جنب رجليها وبيفضل يعيط وبيقول لها انا اسف حقك عليا انا مش هعمل كده تاني يا ناس ده فعلا مريض. وتاني يوم الصبح تيمور بيشوف الاخبار وبيتعب جدا وبيروح يصحي جوشا وبيكون هيضربها، بس ياسمين بتدافع عنها وتيمور بيحبس جوشا في البيت وبيمنعها انها تشرب تاني، وبيكلم الصحافه عشان ياسمين تعمل مؤتمر وتكذب كلام جوشا. وياسمين ما بيكونش عاوزه تعمل كده علشان جوشا هتزعل، لكن هو ما بيكونش فارق معاه، المهم عنده سمعته وشغله ما يتاثروش. وادم بياخد ياسمين عشان المؤتمر وهم طالعين بيوقف الاسانسير وبيقول لها ان العصابه حاولت تخطف بنته وبتهدده وبيكون متعصب جدا وبيقول لها ان هو مش هيسكت، فهي بتتوتر وما بتبقاش عارفه تعمل ايه. وعند ياسمين ما بتكونش مركزه في التصوير وبتكون مركزه مع ادم وهو بيتابعها بس، ولما بيلاقيها مركزه معاه هو بيبص الناحيه الثانيه. وبعدها بتاخد راحه وبتدخل تكلم العصابه وبتتخانق مع الرئيس بتاعهم، وهو بيقول لها خلاص انت لو عاوزاه يعيش لازم تخليه يقع في حب. فادم بيلاحظ غيابها وبيروح عشان يطمن عليها. وتاني يوم الصبح جوشا بتكون بتصور فيديو لكل اللي في البيت علشان هي محبوسه، وبتروح تصور ادم وهو بيسيبها ويمشي، وبتقابل مراته وبنته وبتحب بنته قوي. وعند ياسمين بتزعق مع تيمور وبتقول له مين العصابه دي، وبتقول له دول بيهددوا ادم وبتمثل حلو قوي يخرب بيتك ده انا صدقت. وهو بيقول لها ما تقلقيش كل حاجه هتتحل، وبتاخد بالها ان الجنايني بيغير مكان الورد وكده هيشوف البسبور، فبتصبر لحد ما تيمور بيخرج وبتطلع تجري عشان تاخد البسبور وتخبيه. فادم بيشوفها وبيمشي وراها وهي بتطلع تجري عشان تخبي البسبور في حته تانية، بس ادم بيدخل عليها وهي بتتوتر وما بتكونش عارفه تعمل ايه، فبتقرب منه وبتبوسه، فهو بيبعد عنها وهو مصدوم وبتسيبه وتمشي، وبتعمل كده عشان تشتت انتباهه عن اللي هي بتعمله. وبيكون في حد صوره وادم بيكون واقف في مكانه مصدوم ومش عارف يتكلم يقول ايه، وهي بتجري على اوضتها وبتكون مش عارفه هي عملت كده ازاي. وادم بيروح ياخد ايجا من جوشا، فجوشا بتعتذر له عن اللي حصل منها وهو بيقول لها عادي ولا يهمك، بس بيكون متضايق جدا. وعند نيفين لما بتشوف الاخبار بتتضايق وبتقف تجهز كذا نوع حلويات، وخالتها بتقول لها انت متضايقه من الاخبار صح؟ ونيفين بتقول لها لا، وبيجي ادم ومعاه ايجا، فمليحه بتغير الموضوع وتيمور بيقابل شريك وبيكون اسمه عبد الله، وتيمور بيتضايق منه جدا عشان عبد الله بيكون عارف حوار التهديدات ده، واتضايق عشان تيمور جاب واحد من القوات الخاصه وكده ممكن شغلهم يبوظ لو ادم عرف اي حاجه. وتيمور بيتضايق اكتر وبيقول له كل حاجه تمام وهو شغله انه يحمي ياسمين وبس وملوش دعوه باي حاجه تانية. وعبد الله بيصمم انهم كلهم يروحوا يتغدوا مع بعض ويشوف ادم ويتعرف عليه، وتيمور بيوافق. وبالليل ادم بيكون سرحان ومش مركز مع مراته وبنته خالص، وياسمين بتكون سرحانه، وجوشا بتقول لباباها اللي بيعمله ده عنف وهو بينفعل عليها وبيقول لها انت ما شفتيش حاجه، انا ابويا كان بيعمل فيا اكتر من كده بكتير، اتاريه مطلعك مريض نفسي. فبتقول له انا ماليش دعوه بجدي، بس اللي انت بتعمله ده عنف حقيقي. فهو بيتعصب عليها فبتسيب الاكل وبتقول له عارفه اللي هتقوله ان ادخل على اوضتي ومش هخرج منها خالص. وياسمين بتكون في حته تانية خالص ومش مركزه في اي حاجه، وتيمور بيتكلم معاه وهي ما بتردش عليه اصلا، فبيتضايق وبيسيب البيت وبيخرج.